بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد ووصفة جديدة البنات. اليوم جبت لكم حاجة حلوة اللي هي طرطة بالفواكه أو لي طارتوليت. هنا واش عندنا 125 غرام تاع الزبدة أو مارغرين، 125 غرام تاع مارغرين. عندنا كاس صغير ربع تاع السكر الناعم ولا بالميزان 100 غرام. عندي مغرفة تاع ديسير لافاني، عندي عظمة، عندي مغرفة صغيرة تاع خميرة، وعندي 3 مغارف تاع زيت، وعندي الفارينه نلمو بها. راح نجيب انا نزل المارغرين تاعي ونبداو في طريقه التحضير. انا البنات راح نشعل الميزان تاعي انا ونزل 125 غرام تاع مارغرين. نتوما شريو هذيك الباطه الصغيره تاع 250 غرام وقسموها على زوج بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. هنا الميزان تاعي راهو في الزيرو، راح ندير 125 غرام. راح ندير لنا وحده كبيره ودير لنا 5 صغار، ماشي صغار خلاص متوسطين. عندنا 125 غرام تاع مارغرين. هنا البنات عندي 125 غرام تاع مارغرين. راح نزيدو لكم كاس غير ربع تاع سكر يكون ناعم، انا غربلته هنا البنات، او 100 غرام بالميزان 100 غرام. واش راح ندير البنات؟ راح نضربو كامل مع بعضهم بالباتر حتى يولي كريمي. كي يولي كريمي واش راح ندير؟ راح نزيد 3 مغارف تاع زيت، نديرو بالتدريج، يعني نديرو بالمغرفه ونخلطو حتى يدخل هذاك الزيت ونكملو باقي المقادير. هنا البنات راح نضرب هنا البنات خلطنا الزبده مع السكر حتى ولنا كريمي هكا. واش راح نزيد؟ راح نزيد 3 مغارف تاع زيت كما قلت لكم، نزيد بالمغرفه ونضرب. يعني لازم هذه العمليه باه تجيكم راح تجيكم هشيشه، وراح تجيكم في نفس الوقت حاجه روحها، يعني ما تجيش تبسس، لان رانا دزنا لها زيت. هذا هو سر هشاشه هذا لاباط تاع لي طارتولات، يعني هذا الزيت هذا هو اللي يعطي لها الهشاشه. انا كيما قلت درت مغرفه، راح نخلطها ونزيد مغرفه ثانيه ونزيد مغرفه ثالثه. من البنات راح نزيد المغرفه الثانيه هاي قدامكم هنا، راح نزيد نخلطها كامل باه نزيد المغرفه الثالثه. هذه المغرفه الثانيه. هنا راح نزيد المغرفه الثالثه هكذا، نديرو بالغرفه ونخلطو. وكان ما نخلطوش هكذا البنات راح تجينا العجينه مبسه بزاف وراح تجي تتفتت. يعني كي نزيدو لهذيك الكريمه راح تجي تتفتت هكذا، تجي مقرمشه وتجي يعني تجي مقرمشه وتجي شاده روحها. هنا البنات في المرحله دي واش راح نزيدو؟ راح نزيدو هنايا لافاني، راح نديرو مغرفه تاع قهوه معمره مليح تاع لافاني هكذا، تكون بومبي هكذا باش نحيو لها ريحه العظام هذيك. وراح نزيدو العظمه تاعنا بعد بيان سور تكونوا غسلتوها ومسحتوها البنات. راح نديرو عظمه تاعنا هكذا، ونخلطوا هذا اللافاني مع العظمه ونجيو نديرو الفارينه ونديرو الخميره. هنا البنات بعد اللي خلطناها وتحصلنا على هذا الشكل كريمي، شوفوا كيفاش تجينا كريمي السمو تاعنا. شوفوا كيفاش خلطناها حتى دخلت كامل هذاك الزيت، السكر مع الزبده والزيت، وزدنا درنا الزيت كيما نقولوا مغرفه ورا اختها، يعني تلو الاخرى، ملعقه تلو الاخرى. وزدنا درنا لهم لافاني ودرنا هذيك العظمه. شوفوا كيفاش تجينا كريمي هكذا. راح نجيب الفارينه تاعي نغربلها، ندير مغرفه صغيره تاع الخميره ونلموها، ما تكونش يابسه وما تكونش طريه بزاف، يعني تكون حاكمه روحها. هنا البنات في المرحله دي راح نزيدوا لها الفارينه، راح نديروا بشويه، راح نديروا مغرفه صغيره تاع الخميره، خميره كيميائيه، ملعقه صغيره كما راكم تشوفوا هكذا وراح نخلط حتى تدخل لي هذيك الفارينه باش ندير يدي.
هنا البنات في المرحله هذه راح ندير يدي باش نلم العجينه تاعي. نزيد الفرينه غير بشويه كيما قلت لكم، ما ديروهاش يابسه باش نقدروا نحلوها ما تشققناش. كي تعود يابسه تعود تشقق. هنا راح ندخل الفرينه وما تعجنوهاش البنات، هكذا برك بواسطه اطراف الاصابع هكذا ندخلوا هذيك الفرينه. نلموا العجينه تاعنا نديروها في بابي فيلم ونحطوها في الثلاجه ترتاح نص ساعه، ونروحوا نخدموا الكريم باتيسير تاعنا ولا كريم الحلواني. نزيد لها شويه هكذا، ندخلوها باقي الفرينه بالعقل هكذا. العجينه تاعنا راهي هشيشه، تجيكم لي طارطولات يجيكم ما شاء الله. حنديرها كبير، انا حجم كبير، وراح تقعد لي العجينه يعني نزيد نكمل هذوك الليمون متوسطين ومن بعد نعطيهم لكم. راح يدير لي حوالي 5 منهم، يعني ب 125 غرام راح نديروا طرطه كبيره يعني تكفي للعائله. ونزيدوا 5 كعبات. ها شوف العجينه تاعي، نزيد لها مغرفه فرينه. البنات ما نقدرش نعطيكم الكيل على واه الفرينه كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش، هكذا ما نقدرش نعطيكم الكيل تاع الفرينه. راح نعطيكم دوك القوام اللي تحصلنا عليه هكذا. هنا نكتفي يعني كما قلت لكم. هنا راهي ما تلصقش في يدي، راهي تلمت لي العجينه. كي نديروا هكذا راهي تلمت. حاولوا كيف ما تخليوش هذوك الحواشي هكذا، هبطوهم لموهم كامله الصحن تاعكم، خليوه نظيف هكذا. لو كي تعود لاصقه هكذا لموها خلاص. كما قلت لكم ما تعجنوهاش، اطراف الاصابع بك تلموها هكذا. شوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها كما قلت لكم، ها هي طريه. ديروا هكذا يدكم طريه بصح تحكموا روحها، يعني ماهيش تلصق في يدي ولا لصق لي في الصحن. شوفوا الصحن تاعي كيف ما هكذا. راح نديرها في بابي فيلم، راح نحطها في الفريجيدير تريح لي حوالي نص ساعه، ونروح نوجدوا الكريمه تاعنا. هنا البنات راح نوجدوا كريم باتيسير تاعنا ولا كريمه الحلواني. واش عندنا نص لتر تاع حليب، نحطوها في كاسرونه ونحطوها فوق الغاز تسخن. ومن بعد واش نديروا هنا البنات، انا الكاسرونه تاعي فيها يعني القيس هنا نص لتر توصل لي. نتوما اللي ما عندهمش القيس ولا حاجه بالكاس هذا عندنا 2 كيسان ونص. هنا راح نفرغ الحليب تاعي، راح ندير نص لتر هكذا نص لتر. راح نخليه يسخن. البنات حطيت الحليب تاعي يسخن. واش عندنا هنا؟ عندي 90 غرام تاع السكر بالميزان 90 غرام. بالملعقه عندي 4 مغارف تاع السكر راح نحطهم هنا. هنا عندي 50 غرام تاع نشا اللي هي بالملعقه الكبيره. عندنا 2 مغارف كبار، 2 مغارف معمرين مليح تاع نشا. واش راح نزيدوا معاهم؟ راح نزيدوا معاهم 2 عظمات، نزيدوا معاهم 2 عظمات. راح نخلطوهم مليح بالفوي. هنا البنات بعد اللي خلطنا النشا وخلطنا السكر ودرنا هذوك 2 عظمات، راح نخلطوهم مليح هكذا حتى يسخن الحليب تاعنا. كي يسخن الحليب نجيبو نفرغوا شويه تاع حليب نخلطوهم كامل، نخلطوه غير بشويه باش ما يطيبوناش هذوك العظام. ونعاودو نرجعوا الخليط هذا للكاسرونه، باقي الحليب اللي راهو في الكاسرونه راح نخلطوه مليح هكذا. البنات انا الحليب تاعي راهو سخون، راح نزيد غير شويه ونحرك. لازم تحركوا تمتم باه ما يطيبوناش هذوك العظام. غير تفرغوا هذاك الحليب خلطوا مليح هكذا باه ما يطيبوناش العظام هذوك اللي درناهم هكذا. واش راح ندير؟ راح نجيب الكاسرونه تاعي وراح نرجع هذاك الخليط هنا، وراح نجيب غرفه تاع السيليكون نخلط بها فوق النار حتى تعقد لنا الكريمه هذه. من بعد ما تعقد الكريمه واش راح نزيدو غرفه كبيره تاع لافاني، عفوا غرفه تاع ديسير لافاني، وراح نزيدو غرفه كبيره تاع زبده. وراح نغطيوها نديروها في الغيسيبيون ونغطيوها بالبابي فيلم اون كونتاكت ونخليوها تبرد. هنا البنات بعد اللي عقدت الكريمه تاعنا شوفوا كيفاش تعقد البنات. نبقاو نحركوا على نار قليله، ما تنحيوش يدكم خلاص
من الكاسرونه ولا الفوي تاعكم، تبقاو تخلطوا فوق النار حتى تبدا تعقد. يعني مش تبدا تعقد نتوما تقولوا سي بون الكريمه تاعنا عقدت نحيوها. نحب البنات نشرح لكم بالتفصيل الممل باش كي ديروا الوصفه تاعي انا تنجحوا فيها وتدعيوا لي. هنا تبقاو تحركوا كيفاش تشوفوا حتى تشوفوا الفوي تاعكم خلى لاطراس تاعو، يعني خلى هذوك الخطوط كيما نقولوا، ولا تهزوا هكذا. شوف كيفاش تجي هكذا راهي عاقده. يعني كي نديروا هكذا راح تجي ثقيله وتخلي لاطراس تاعها، ولا نخلي هذوك الخطوط كيما راكم تشوفوا هكا. واش راح نزيد في المرحله هذه وهي سخونه؟ راح نديروا لافاني ما نديروهاش من الاول باش تخلي الريحه تاعها هنا تكون مغرفه معمره مليح تاع ديسير هكذا. مغرفه هذه متوسطه تاع ديسير تاع لافاني. واش نزيدوا؟ راح نزيدوا مغرفه كبيره تاع مارغرين. راح نزيدوا مغرفه كبيره تاع مارغرين حوالي 40 غرام 50 غرام هكاك. واش راح ندير؟ راح نبقى نخلط حتى تذوب لي هذيك الزبده. نخلط مليح هكذا حتى تذوب لي هذيك الزبده. كي تذوب هذيك الزبده راح نفرغوها في ريسيبيون واحد اخر ونغطيوها بالبابي فيلم اون كونتاكت ونحطوها نخليوها تبرد. لازم تبرد البنات مليح ونجيبو باش نشكلوا لاباط تاعنا او لي طارطولات تاعنا. هكذا راح نخلطو مليح هالطريقه. راح نجيب انا الريسيبيو تاعي هنا هكذا، راح نفرغ فيه الكريمه تاعي. البنات هنا راح نجيبوا بابي فيلم تاعنا. واش قلت لكم؟ راح نغطيوها اون كونتاكت. واش معناتها كونتاكت؟ يعني لازم تقيس، يعني هذا البابي فيلم لازم يقيس هذيك الكريمه باش ما ديرناش هذيك القشره، باش ما ديرناش هذيك لاكروت. هنا هكذا رايحين لازم الفيلم هذا او بابي فيلم هذا راح يقيس لي هذه راح هكذا نخليوها البنات تبرد ونجيبو نشكلوا العجينه تاعنا. البنات انا جبت هنايا بابي كويسون. هنا العجينه تاعنا بعد اللي ريحت لنا حوالي نص ساعه راح نحيو كميه هكذا العجينه تاعنا وراح نحاولوا كيفاش نحلوها. راح نجيب بابي كويسون واحد اخر ورايحه نحلها وما تلصقليش في. نحاولوا البنات كيفاش نحلوها هكذا. بالعقل البابي تاعي ما يزلق هكذا، نمشوها غير بالعقل حتى نحطوها الشكل دائري. انا هذا هو المول البنات اللي راح ندير فيه. راح ندير في المول هذا وراح تقعد لي العجينه تجيني حوالي 5 بياس تاع المول يكون متوسط. نحلوها بالعقل. العجينه تاعنا راهي هشيشه هكا حتى نفتحوها كامله. هنا البنات بعد اللي حنا العجينه تاعنا نحلوها بالعقل. العجينه تاعنا راهي هشيشه، ما ديروهاش خشينه بزاف البنات. العجينه هذه فيها الخميره. راح نرفع الكيسه هكذا راح نحطها بهذه الطريقه. كل العجينه تاعنا راهي هشيشه نروحها غير بالعقل هكذا. تخافوش اذا تكسرت لكم ولا ما حطيتوهاش قد ما تخافوش. راح هكذا نحيو هذيك العجينه اللي من ومن وراح نحطوها. راح نحيها بالزايد هكذا وراح نديروها نروحوا معاها بالعقل. ما تخافوش كي تشوفوها كسرت لكم هكذا ولا العجينه تاعنا كما قلت لكم راهي هشيشه فيها الزيت وخلطناها، يعني طلعنا هذيك الكريمه راح تجيكم هشيشه وتجيكم ما شاء الله. راح نلم هذه العجينه كامل ورايحين هذوك الاماكن اللي ما فيهوش العجينه ولا اللي تشوفوها رقيقه ولا راح نزيدو هكذا نحيو بالطرف هكذا ونزيدو. راح نطلع على الحواف هذو كامل هكذا حتى نسقموها. شوفوا هاد كسرت لكم ولا ما تخافوهاش هكذا. البلاصه اللي نشوفوها ناقصه راح نزيدو لها. بهذه الطريقه ونرصو هكذا، خاصه يعني في هاد
هذا هكذا بهذه الطريقه. والبلاصه اللي نشوفوها ما فيهاش العجينه راح نزيدوا لها طرف هكذا. هذه البلاصه الثانيه حتى نكملوا نسقموها. دوك انا نسقم العجينه تاعي، راح نحي الزايد نسقمها مليح، راح نثقبوها بالفرشيطه ونحطوها تبرد. لازم تبرد البنات مليح في الثلاجه باش نحطوها طيب على 160 درجه. هنا البنات بعد اللي سقمناها كيما نقولوا حليناها على قد البلاطو، البلايص اللي تشوفوهم رقاق زيدوا ديروا لهم العجينه بليسوهم هكذا بيدكم. وهذه الحواف هذو كيف اللي تشوفوها يعني خشينه طلعوا هكذا ونحيو هذاك الزايد، واللي تشوفوها رقيقه زيدوا ديروا لها العجينه باش ما تجيكمش رقيقه، تعود رقيقه بزاف تتكسر وهي فيها الخميره. يعني ما ديروهاش هاو السمك اللي ديروه، يعني ما ديروهاش خشينه بزاف وما ديروهاش رقيقه. راح نجيب انا فرشيطه هنا ولا شوكه هكذا ورايحين نديروا غير بالعقله هكذا كما قلت لكم. راهي مبسه نخليوها زيت تبرد مليح وندخلوها الفور على 160 درجه حتى تحمر لنا الطارطه تاعنا هكذا، خاصه في الحواشي نديروا هكذا. هنا البنات كما قلت لكم العجينه اللي بقات لي انا عندي هادو ليمون متوسطين، هادو ماهمش صغار وماهمش كبار ياسر. هنا راح نجيبو نحطوا العجينه تاعنا هكذا ونحاولوا كيفاش نرصوا عليها على الحاشيه كذا، ورايحين نحيو هذاك الزيت. البنات انا مش راح نديرهم هذو، يعني ما تكفينيش الكريمه اللي درتها تاع نص لتر، راح دير لي هذيك الطرطه الكبيره اللي درناها. هادو راح نخبيهم يعني خطره اخرى نطيب لهم الكريمه ونديرهم، راح تستحضروا بهم في المجمد يعني عادي. ديروهم باك في بواط هكذا فون بلاستيك وقفلوا عليهم. راح يعني يحكموا لكم يعني كي تحبوا ديروا تلقاوهم واجدين. طيبوا غير الكريمه وعمروهم، خاصه كي تكونوا يعني مش في عائله هكذا، ولا يجيكم ضياف في الغفله هكذا، ولا يقول لكم انا جايين تجبدوهم باك طيبوا غير الكريمه ساهلين هكذا كيما راكم تشوفوا. راح نعطي لكم الطريقه كيف ما نحكموا كميه تاع العجينه هكذا، نسخنوها شويه في يدينا لان راهي بارده على بها راهي تتفتت هكذا. راح نجيب نحط لابول تاعي في النص هكذا ونبدا ندير هكذا. شوف بهذه الطريقه راح نزيد شويه هكذا بهذه الطريقه حتى نكمل نحيو هذاك الزيت. نحاولوا باك الحواشي هكذا هنا في هذه الحفه هذه نرصوا عليها هكذا باش ما تجيناش خشينه، هنا في الرف هذا ولا في الحفه هذه باش ما تجيناش خشينه هكذا. نحيو هذاك الزيت هكذا بيدينا برك بهذه الطريقه. نحيو هذا اللي تراست على الاصابع هذو نرصوا عليها مليح. هاك نكمل البنات انا هذو لي فون دو طاب تاعي ونخبي وندير نحطوهم يطيبوا عفوا. ونجيبوا الكريمه تاعنا رايحين بعد ما تكون بردت نجيبوا الباتور وندربوها. نحاولوا هنا البنات بعد اللي فصلينا هذوك لي فون دو طاب تاعنا هذو كيما قلت لكم متوسطين، راح نثقبهم هكذا ونحطهم في المجمد ومباشره نجبدو نطيبوهم. شوفوا العجينه هذيك اللي درنا تاع 125 غرام تاع مارغرين، درت لنا انطاقه كبيره ودرت لي 6 وما زدت لي شويه تاع عجينه البنات. دوك انا عندي غير 6 هذو. راح كي نفرغ هذو كي يطيبوا نحيهم راح نكمل العجينه، راح ندير لي واحد زوج يعني. شوفوا درت لنا وحده كبيره ودرت لنا 6 تاع هذو الصغار هذو. راح نكمل نثقبهم ونطيبهم ونجيبوا الكريمه تاعنا ونطلعوها بالباتور. هنا البنات الكريمه تاعنا راهي بردت كما راكم تشوفوا. راح نجيبوا الباتور راح نبردوها هنا البنات. شوفوا الكريمه تاعنا انا ما بردتليش مليح، نتوما البنات خليوها تبرد مليح على جال التصوير. شوفوا كيفاش تجي ملسه وتجي ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش. راح نجيبوا الفون دو طاب تاعنا اللي كنا طيبناه راح نفرغوا ونجيبوا لي فروي تاعنا نقصهم ونزينوا الكيكه تاعنا مع بعضنا. البنات شوفوا هنا عندي لي فروي تاعي هنا عندي ديروا حبه تاع يعني حبه تكفينا.
وعندي حبه تاع تفاح، عندي حبه تاع بنان، عندي زوج حبات تاع فراز، يعني بكميه قليله تاع الفواكه. وانتم درتوا طارطه يعني ما شاء الله لولادكم باقل تكلفه، وانتم فرحتوا العائله خاصه في رمضان. يعني نتشهوا مثل هذا لي طارتولات ولا مثل هذا الحلويات او التحليه. هنا البنات واش راح ندير دوك؟ انا راح نجيب الفوندو طاغ تاعنا، نفرغوا الكريمه، نقص لي فروي تاعي ونبداو نزينوه مع بعضنا. هنا البنات راح نفرغوا الكريمه تاعنا هكذا، راح نسويوها كامل على السطح تاع الفوندو طاغ تاعنا. هنا البنات بعد اللي غسلنا لي فروي تاعنا مليح وقصيناهم كما راكم تشوفوا، نبداو بالديكور هنا. يعني نتوما الديكور اللي تحبوا ديروه. انا راح ندير التشينه هنايا بهذه الطريقه، راح نستف كامل هذا البراج تاع التشينه، ونزيد ندير فوقهم ندير التفاح، وندير البنان الفراز عفوا، وباش ندير البنان بهذه الطريقه حتى نكمل كامل. هنا بس راح نزيد طبقه تاع التفاح هكذا حتى نديروها كامل. الفيديو البنات راح يجيكم طويل شويه، ولكن تبعوا برك من الاول للاخر باش تفهموا مليح. هذه الكيكه اللي صدقوني بنينه ما شاء الله وراح تعجبكم. راح نكمل الديكور تاعي. الكيكه تاع نهار اليوم البنات راهي واجده. وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى تعجبكم. هذا الكيكه صدقوني ما شاء الله حجم عائلي بكميه، يعني بتكاليف قليله، وانتم فرحتوا العائله في هذا رمضان. نتمنى ان شاء الله تجربوها حبيباتي. واللي شافك الفيديو ما تنساش تخلي لي جيم ودير ولي تعليق، خليو لي تعليق هكذا باش نزيد ندير لكم وصفات واحده اخرين. الى اللقاء حبيباتي في فيديو اخر باذن الله تعالى. صحه فطوركم.